السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اوريكم التحفة اللي انا جبتها النهاردة دي اجندة اسبوعية، الحاجات اللي انا بحبها قوي. كل الحاجات اللي جوه دي من اللي انا بحبها. ده من مكان على النت، انا جبته على النت، جولدن مارك. تمام. بيبقى ليها كذا تصميم، بقى في كذا تصميم ممكن تختاروه. واللي عايز اسيب له لينك البيج عادي، يبقى الصفحة يبقى يقول لي. وهقول لكم دلوقتي ليه احنا بنحاول نجمع كلمات كلها عربي. دلوقتي اول حاجه موجوده فيه قائمه المهام اليوميه، دي الحاجات اللي احنا بنعملها كل يوم. ايه اللي هنعمله كل يوم؟ بكتب هنا ايه اللي هعمله، وبعمل تم او ليس بعد. تمام. في اخر نهايه كل يوم، زي ما كنا قايلين ان النوت بوك قائمه المهام اليوميه دي بشتغل بيها او بعملها لها بالليل علشان اعرف اشتغل تاني يوم، اعرف انا قايم اصلا اعمل ايه. ما بعملهاش يومها، مش بصحى الصبح بقوم عاملاها، لا، من بالليل بحدد المهام اللي انا هعملها. موجود فيها كمان، عجبتني الحته دي قوي، العبادات، العادات والعبادات. موجود فيها القيام الليل، الصلاة الخمسة، السنن، أذكار الصباح والمساء، ورد القرآن، الرياضة، روتين البشرة، تحفة قوي. كتابة المهام بتاع الغد، عشان احنا نبقى عارفين ان احنا هنكتب المهام بتاعت بكرة. تصميم كان من قدام انا عجبني قوي، انا شفتش غير ده يعني. انا لما طلبته علشان دي حسيت ان هي فيها بركة امل بقى وعلشان الجبس والجو ده. لما بصيت في الظهر بتاعها عجبتني قوي. بتقول: تظن أنك حرمت والحق أنك رحمت، فقول الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحقيقة إن دي دخلت قلبي بجد، وحسيت إن يعني حسيت إن صدري انشرح كده ليها. فربنا ييسر إن شاء الله. دي بقى كارت بيبقوا جايبينه مع الهدية دي، مع العلبة دي، علشان لو حد عايز يكتب حاجة لحد، الحاجات دي. انا طبعا بستعمل ده فاصل بوك مارك، اللي هو فاصل كتب. بستعمله كده لان في هنا فاصل كتب كمان اهو، واحد اهو. انا بعشق الحاجات دي برضو. دي بقى شايفين دي مقلمة، وانا برضو بحب المقلمات، مقالم. وده طبعا الحلو جدا، الاستيكرات بتاعتنا، شايفين عامله ازاي. عجبني في الاستيكرات كمان انها مختلفة مختلفة مختلفة، يعني تحس انها في حاجات كده تعبر عنك، مش عادية. عيط عيط ولا يهمك، دي حلوة، دي هنحطها جدا على اللاب اصلا. الاستيكرات دول حلوين، دول 4 بيبقوا موجودين معاهم. ودي البلانة، التخطيط بتاعت التخطيط بتاع السنة، بيبقى فيها كل السنة كلها، الشهور. دي غالبا بتتعلق على المكتب قدامك، علشان لو انت عايزة تكتبي في حاجة. دي بقى هي اصلا جايه الموضوع ده كله عشان انا لسه. بصوا التحفه، ده طبعا من بره ودي من جوه. هي ميزه بقى الاجنده دي او المكان ده اصلا، الله، ميزتها ان هو مش مرتبطه بسنه. يعني انت ما عندكش سنه مكتوبه اصلا فوق ل 2020 ولا 23 ولا الجو ده، لا، دي عامه كده. والميزه كمان بتاعتها انها اسبوعيه. الناس، لما انا من الناس اللي بحب اخطط بالاسبوع او بالفتره القصيره، ممكن تلاقيها بخطط ليومين 3 كده. ما بحبش اخطط لسنه بقى بحالها واقعد ادور وانسى، لا، انا بحب كده. فهي دي الميزه في ان هي عاملين كده. بصوا طبعا في حاجات كتير قوي: المناسبات السعيده، كلمات المرور، الروتين الصباحي والمسائي، متتبع الوزن، الناس اللي عايزه تخس، مخزون الفريزر، الناس اللي هي الامهات وكده، السفر، هسافر ازاي، العبادات، شهر رجب. يعني هما جايبينه، انا حبيتها لانها بالعربي. معظم الاجندات دلوقتي اللي موجوده كانت بالانجلش، انما دي بالعربي، فطبعا حلوه جدا. بصوا بقى الاهداف اهي، اهدافي الاسبوعيه بالاسبوع، ودي حلوه جدا. كل ما الوقت بتاع الانجاز صغر وبقى قليل، كل ما الحياه بقت اسهل شويه. حسيت ان انت بتنجز بسرعه وبيخليك تعمل لقدام، يعني تبقى متحفز لاكتر من كده.